اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وجيم لي المحتوى وتعليق مناسب. قبل الخوض في التفاصيل، إليكم أبرز عنوان لهذا اليوم. في دوري أبطال إفريقيا، الوداد يقسو على شبيبة القبائل الجزائري بعدما حجت الجماهير الودادية إلى مركب الرياضي محمد الخامس لمساندة فريقها الوداد ورفع تيفوان جميلان أحمر كالدماء علمنا في السماء. لم يخيب لاعبي الوداد الجمهور الذي حج بكثرة لمساندتهم، حيث تمكن الوداد من السيطرة على مجريات اللقاء طولا وعرضا، بينما الفريق القبائلي ركن للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، وناور الوداد لتسجيل أولى الأهداف، وذلك جاء عن طريق اللاعب بول جونيور الذي أنزل الكرة بالصدر، وذلك في الدقيقة 38، وينتهي على إثرها الشوط الأول بهدف واحد. ودخلت الكثيبة الودادية في الجولة الثانية لتسجيل هدف الخلاص وهدف الأمان، وذلك ما تأتى في الدقيقة 51 بعد ارتباك دفاعي من جانب شبيبة القبائل، وبول القناص يعود من جديد لتسجيل الهدف الثاني والثاني الشخصي له. وسيطر الوداد على مجريات اللقاء في الجولة الثانية، وتسديدة عبد الله حمود، تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس ميجاديل، وتوالت محاولات الوداد ليدخل زهير المترجي في آخر الدقائق ويدخل سريعا في اللقاء رغم غيابه الطويل عن الميدان، ويسدد أول تسديدة تحت الشباك. وبعدها تحصل الوداد على ضربة خطأ وزهير في التسديد، وكرة تخدع الحائط وحارس المرمى وتستقر في شباك ميجاديل، وهدف ثالث ولا أروع ولا أجمل في الدقيقة 87. وبهذا الفوز فك الوداد صدارته مع شبيبة القبائل، حيث رفع رصيده الوداد إلى النقطة 13، في حين تجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة 10 في المركز الثاني.